جايلكوا النهارده بحكايتي المرة، بس في الآخر بقيت سكر. أنا اسمي سكر، بس حياتي كانت هي اللي مرة. كل القطط عندهم بيوت، وأنا كان بيتي كيس رز متقطع وريحته ملوخية بايتة. كنت ببص من بعيد وأقول ليه أنا مش زيهم؟ ليه أنا بنت الشارع وهم بنات الناس؟ بس كنت دايما مؤمنة بحاجة واحدة، إن الزبالة مش نهاية، لأ دي أول السطر. دايما ببص عليهم من البلكونة والشباك وبقول ليه أنا مش زيهم بس. وكنت دايما بعمل خير ومن غير ما أطلب مقابل. ما كنتش بدور على تاج، كنت بدور على كرامة. كنت دايما بقول لنفسي يا سكر يوم ما يبص للنجوم هيلاقي مكانه معاهم. وكنت بساعد كل الناس زي ما بقول لكم. حتى يوم ما لقيت فار بيغرق في الشوربة ساعدته وأنقذته. يا ما ساعدت الكل، حتى البطة بطبوطة شلتها على ظهري وعديت بيها وحميتها من الكلاب الأشرار. وفي يوم قطط الحارة كلها اختاروني أكون ملكة الزقاق، مش عشان أنا الأغنى لأ، بس عشان أنا الوحيدة اللي فضلت قطة. حتى لما كنت جعانة الناس بتدور على الأكل، أنا دورت على القيمة. ويا رب ما فيش حد ياخد طبقي بالغلط. النصيحة دي ليكوا انتوا يا اخوات، لو لقيت نفسك تحت ما تزعلش. أنا بدأت من الزبالة، والنهاردة بقول لهم يرفعوا لي الطبق الذهبي بس من غير بصل كتير. خليك نظيف حتى لو حواليك الدنيا وسخة، عشان النظافة عمرها ما كانت في الأرض أبدا، دي كانت دايما في القلب. لو عجبكم قصتي ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة. بحبكم يا صحابي، باي باي.